السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم كنافة بالقشطة الكدابة. ما سميناها كدابة طبعا لأن هي مش قشطة حقيقية، احنا بنعملها باللبن وعملناها قبل كده يعني هي زي مهلبية كده، بتبقى تقيلة يعني. انا هنا معايا ده اقل من نص كيلو كنافة، هو اصلا كان نص كيلو بس انا كنت واخدة منه حبة وكنت حاطاه في الفريزر ونسيته يعني. فقلت بقى النهارده هستغله واعمل بيه صينيه كنافه. هنا معايا نشا ومعايا اللبن ومعايا السكر ومعايا فانيليا. جبت هنا اللبن اهو زي ما انتوا شايفين، ده نص كيلو لبن. هحط عليه حوالي معلقتين سكر، وهحط عليه 3 معالق نشا، وهفضي كيس فانيليا. بس هي القشطه الكدابه مش بتتعمل غير كده، بس لازم تكون تقيله شويه يعني بتبقى اتقل من المهلبيه. هنا بقى انا نزلت معلقتين السكر وهحط بقى عليهم كيس الفانيليا، ودول 3 معالق كبار نشا. وهبدأ بقى ان انا اقلب كل الكلام ده على البارد. طبعا انا غالية اللبن في الاول وكنت سايباه يبرد. هقلب بقى كل الكلام ده كده في قلب بعضه، وبعد كده هرفعه على النار. طبعا انا الكنافة دي ما كانتش كتيرة، هي قليلة وانتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. هو عندي كان نص كيلو زي ما قلت لكم، انا كنت سايباه في الفريزر يعني ما كنتش محتاجاه. وبعدين لما جه بقى اخويا طلب مني كنافه بالقشطه وكان الوقت متاخر بالليل ان انا اكمل عليه. فانتوا هتشوفوا في الفيديو في الاخر هي الكنافه طلعت معايا ازاي، وهوريكم ان شاء الله الخطوات مع بعض. هنا بقى انا رفعت اللبن على النار. هبدأ بقى ان انا اقلب بقى فيه كده بالراحه لحد ما يتقل بقى معايا. لو حسيتي ان هو خفيف دوبي معلقه نشا وحطيها عليه تاني علشان خاطر يتقل، لان زي ما قلت لكم ان احنا عايزينه تقيل. ولو سبتيه على فكرة لحد ما يبرد هيتقل معاكي اكتر، بس انا عملت كله سخن لان زي ما قلت لكم الوقت كان متأخر بالليل، وكانوا بقى سهرانين عايزين حاجة حلوة، فما صبرتش بصراحة عليها لما تبرد. هنا بقى هسيبها بقى، هنا هحط بقى الاول عليها شوية جوز الهند كده، ولو عندك مكسرات وحابة تحطيها عليها ده اختياري براحتك. بس انا حطيت بس حبة جوز الهند بس كده اكتفيت بيها. وهقلبها بقى واسيبها تهدى بقى كده شوية تبرد، وهشوف بقى هنعمل ايه مع بعض في الكنافة. طبعا في طرق كتيرة للكنافة وانا هعملها معاكم ان شاء الله. بس انا يعني هي جت كده يعني حبيت ان انا ابدأها بالقشطة. هنا بقى الكنافة دي خارجة من الفريزر، انتي بتمسكيها تقطعيها كده تفركيها كده بايديكي. هنا بقى كنت مسيحة معلقتين زبدة على النار، هنزل بقى بيهم على الكنافة وهبدأ بقى ان انا ادعكهم في بعض. طبعا لو انتي حابة تحطي اكتر من كده براحتك، بس احنا بطبيعتنا علشان الكوليسترول وكده، عشان والدتي عندها القلب والسكر، فانا ما بحبش اكتر الزبدة والسمنة عموما في الاكل يعني. فانا هنا حطيت حبة صغيرة وهقلبهم بس كده في بعض ان هما يدوا نكهة. وطبعا لو انتي حابة تحطي معلقتين سكر بودرة برضو وتدعكي بيهم الكنافة هتبقى حلوة جدا. بس برضو زي ما قلت لكم انا عشان والدتي وكده يعني ما بنحبش الحاجه مسكره قوي. حتى هنا برضو في القشطه الكدابه وانا بعملها ما حطيتش سكر غير معلقتين 2 بس، لان والدتي ما كانتش عايزاها مسكره قوي وقالت لي كده كده الشربات هيبقى مسكر. هقلب بقى كل المكونات دي كده في بعضها، وهسيبها بقى كده، وهجيب بقى الصينيه اللي هعمل فيها الكنافه. هي كده يعتبر يعني اختلطت بالسمنة اللي كانت فيها، وخدت بقى قطعة زبدة حطيتها في قعر الصينية. وطبعا هي سخنة الزبدة مش باردة. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اوزع الكنافة. طبعا وانا بعمل الكنافة طبعا اكتشفت ان الصينية كانت اكبر منها، فما كانش ينفع ان انا انقلها، لان ده طبعا زي ما قلتلكوا ده كان اقل من نص كيلو، فكان المفروض اعمله في صينية اصغر من دي. بس والله طلعت في الاخر مقرمشة ورقيقة وكانت جميلة جدا يعني، بصراحة عايزة اقولكم ما تبقاش منها حاجة بصراحة، عكس لما بنعملها وبالذات في رمضان ويتبقى منها. لا هي عشان كانت رقيقة بصراحة يعني اتاكلت على طول يعني. فهو يعني قدر الله ما شاء فعل يعني، انا اكتشفت وانا بعملها ان الصينية كبيرة عليها. بس في الاخر والله النتيجة طلعت مش بطالة يعني، طلعت كويسة.
وانا برضو نزلت لكم الفيديو زي ما عملته علشان برضو تعرفي المقدار انا عملته بايه. لو انت حتى عندك مقدار قليل هينجح معاكي، مش هيبقى وحش ولا حاجة. على قد طبعا الامكانيات اللي عندك مفيش اي مشكلة خالص. هو ده انا كنت جايبة نص كيلو، كنت واخدة منه حبة صغيرين يعني مش كتير قوي. هنا بقى طبعا حطيت الكنافة وهبدأ بقى ان انا ايه، اتكة بقى عليها بقى بايدك. حابة تجيبي مثلا صينية تانية وتدوسي عليها من فوق مفيش اي مشكلة، بس لو انت تقدري تعمليها بايدك وتتكي عليها لحد ما تسويها مفيش اي مشكلة. هنا بقى اهو انا هفضل بقى التكة بقى عليها كده لحد ما كلها تبقى تاخد وتبقى بسوي الصينية كده كلها. هجيب بقى القشطة بقى هنا وهنزل بيها. طبعا هي كانت سخنة زي ما قلت لكم، انا ما صبرتش عليها لما تبرد، ولو كنت سبتها تبرد على فكرة كانت هتبقى اتقل من كده. طبعا هنا برضو انا حطيت كل كمية القشطة، هما كانوا بيحبوا فيها القشطة كتير يعني، ده كان طلبهم عشان كان حطيت الكمية كلها. انتي لو بقى مش حابة وحابة تحطي قشطة يعني بسيطة مفيش اي مشكلة خالص. هنا برضو القشطة عندي وصلت للأطراف، المفروض انتي ما بتخليهاش توصل للأطراف، بس أنا عشان زي ما قلتلكوا كمية القشطة كانت كتير فكلها جت على الطرف، بس الحمد لله يعني ما اتحرقتش وطلعت كويسة يعني. هنا بقى بقيت حبة الكنافة اللي عندي هبدأ بقى ان انا افركهم بالراحة كده. هو المفروض في ان انتي ممكن لما تعملي الطبقة دي ممكن تدخلي الكنافة التلاجة قبل ما تحطي اللي على الوش. بعد ما تحطي الكنافة والقشطة تدخليها التلاجة حوالي ساعة، القشطة تجمد وبعد كده تطلعيها تحطي بقية الكنافة. بس زي ما قلت لكم عشان كنت عاملاها بالليل وكنت مستعجلة عليها عايزاها تطلع على طول، ف يعني عملت كله كده وهو سخن ما صبرتش عليها. هنا بقى للأسف طبعا الكنافة على الوش ما كانتش كتيرة فالقشطة كانت باينة. ده الغلط اللي عندي ان انا ما قدرتش الصينية قبل ما اعمل فيها الكنافة، بس والله هتشوفوا دلوقتي النتيجة كويسة يعني. هنا بقى عندي برضو حبة زبدة تانيين كنت برضو مسيحاهم، هبدأ بقى ان انا ارشها على وش الصينية كده وهندخلها بقى الفرن. طبعا انا هنا حطيتها في فرن البوتاجاز عادي فما كنتش حطاها في فرن الكهرباء. فانتي هتحطي الفرن وتخلي النار وسط وتحطي الاول الكنافة من تحت الاول لحد ما القعر بتاعها كده يبدأ ان هو يستوي وياخد لون، وبعد كده ترفعها في الشواية. وده بقى كان شكلها. طبعا هي مش هتحمر اكتر من كده لان زي ما قلت لكم ان الكنافة على الوش ما كانتش كتير، القشطة كانت اكتر، فدي فراغات القشطة هي اللي باينة. هنا بقى كنت عاملة الشربات، والشربات طبعا بتاع الكنافة يفضل ان هو يكون تقيل. وهنا بقى هسقيها طبعا مش هزود عن ده انا محطتش كمان الكوبايه كلها، انا حطيت حوالي كوبايه الا ربع واستكفيت بكده. وما كانتش مسكره قوي بس احنا كنا حابينها كده عشان والدتي بصراحه. وبصراحه يعني طعمها كان حلو جدا وما قعدتش على فكره يعني هي اتاكلت على طول. ولما بردت برضو والقشطه مسكت فيها وجمدت برضو كانت حلوه جدا. هنا كنت حطيت برضو حبه كنا سوري شربات تاني، بس برضو ما حطيتش الكميه كلها. وهنا بقى ده الشكل بقى النهائي بعد الشربات ما اتحط. انا هحاول اقدمها لكم، هي هتبقى سخنه بس هحاول ان انا ايه اقدمها واوريها لكم دلوقتي. هنا بقى بصي بعد بقى ما جرفتها بصي القشطه سايحه خالص ازاي، طبعا لان الكنافه كانت سخنه لسه ما صبرتش عليها لما بردت. بس بصراحه كان طعمها جميل واتمنى ان انتوا تجربوها، ولما هتجمد برضو معاكي هتديكي نتيجه حلوه قوي. اتمنى الفيديو لو عجبكم تدعموني بلايك، وشكرا لكم.